بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي. حبايبي متابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. تعال النهاردة نشوف يا حبايبي، اليوم الخميس ده كل خميس بنعمل حاجات حلوة لأولادنا عشان ما نشتريش حاجة من بره، ما نكلفش نفسنا. وتعال نشوف النهاردة الهريسة الدمياطي اللي احنا مشهورين بيها. ده احلى حاجه عندنا في الحلويات ما شاء الله، هي والبقلاوه. ما شاء الله الحلويات الشرقيه الجميله بتاعتنا مشهورين بيها. تعالوا من نقول لكم سر من اسرارها النهارده في الفيديو الجميل ده. تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده معانا البوله الصغيره ده او الكسرونه الصغيره ده فيها معلقتين لبن ومعلقتين ميه. يعني الكميه كلها اربع مواد، يعني اربع حاجات يعني سائله. اربع معالق سائله اللي هم ايه، معلقتين لبن معلقتين ميه بس. وبعد كده معانا معلقه كبيره هرميه العسل الجلوكوز. خلاص. هتقول لسه لازم عسل الجلوكوز؟ اه لازم. الهريسه عمرها ما تنفع من غير العسل الجلوكوز. ما عندكش عسل جلوكوز يبقى مش هنعمل هريسه النهارده. خلاص. يعني لازم هتقول عوضها مثلا بشربات او الشربات اللي بنعمل له الكنافه أو الحاجات ديت. لا لا، هي العسل الجلوكوز ده. طب هتقولوا فايدته ايه يا شيخ؟ فايدته ان هو بيمسك قطعه الحلاوه، بيمسك قطعة الهريسة. ما شاء الله مش بتبقى يعني بتفرفط بقى وكلام، لا لا، بتمسكها بتعمل لها قوام كده. فبصراحة هو من غير العسل الكلكوز ده الهريسة ما تنفعش. خلاص. طيب احنا قلبنا ايه، معلقتين لبن معلقتين ميه مع معلقه عسل كلوكوز كبيره زي ما انتم شايفين. هندفي المعلقتين اللبن مع المعلقتين الميه على النار، مش هنغليهم، هيدفوا بس عشان العسل الكلوكوز ده مش بيدوب يا جماعه وبيسيح الا في السخن. خلاص. يعني هندفيهم بس مش هننزل بالجوز بقى ده الا لما يهدوا بقى. يعني العسل الكلوكوز بارد كان في التلاجة فانا نزلته. ما شاء الله ابتدى يبرد السوائل دي. معانا نص كوبايه اللي هو بتاع ده جوز الهند ده اللي هو رفيع ده. هنضيفه السوائل اللي هو العسل مع اللبن مع معلقتين الميه. هنسيبهم 10 دقايق كده شوفوا هيتماسكوا مع بعض والبتاع ده حبايب جوز الهند ده هيمتص السوائل دي كلها زي ما انتم شايفين. خلاص. طيب بعد كده هنزلها في بوله زي ما انتم شايفين كده، وعليها نص كوبايه سكر. سكر يكون حبيبات وناعمه كده. خلاص. هنمسك بقى الجوز الهند اللي ندعكم مع السكر كده زي ما انتم شايفين. ما شاء الله لحد ما يتماسك معاه كده وتغلغل فيه زي ما انتم شايفين كده. لازم وضروري عشان السكر ما يبقاش متكتل لوحده يا حبايبي. طيب بعد كده هننزل بنص كوبايه نص كيلو سميد، نص كوبايه نص كيلو سميد. يكون وسط، لا يكون ناعم ولا يكون خشن، وسط يا جماعه. خلاص. يكون بنشتريه من عند العطار سايب كده، مش بنشتريه اللي هو المغلف ده. المغلف ده بيبقى عليه مواد، بقى عليه بيكنج باودر وحاجات كده مواد تانية يعني مجهز كده. لا احنا عايزينه من السايب ده اللي هو بقى عند العطار. نص كيلو ب20 جنيه. خلاص. نزلنا على الحاجات ديت، على جوز الهند مع اللبن مع الميه مع العسل الجلوكوز مع السكر، وهندعكه بقى دعكه حلوه زي ما انتم شايفين كده لحد ما يتفرفط يبقى عامل زي الرمله المبلوله. خلاص. معانا بعد كده نص كوبايه سمنه. ده هتكون دافيه، يعني هي جبناها من العلبه كده بتاعتها دفيناها بس ما تكونش مقدوحه يعني، لا هي تكون دافيه زي دمع العين اللي هم احنا نفكها بنحطها سخنه. خلاص. هننزل بقى على مراحل كده نص كوبايه يعني لحد ما تتشرب البسبوسه كده، اللي جاي يقول البسبوسه لا ديت هريسه. لحد ما السميد يتشرب كده كميه بكميه زي ما انتم شايفين كده. وندعكه كده عشان تحس ان بقى يعني آه، تماسك كده معاه وبقى ما شاء الله تحس زي الرمل المبلول. تشوفوه الوقت كده مندي كده زي ما انتم شايفين. خلاص. نزلنا يعني قسمناه على مرتين وهننزل بالمره الثالثه كمان. بقيت السمنه اهو زي ما انتم شايفين، بس يا ريت يكون سمنه بلدي كده ولا حاجه. وما شاء الله يبقى طعمه حلو قوي. بصراحه تكون الهريسه بتبقى بالسمنه البلدي والبسبوسه ما شاء الله بتبقى حلوه، بس الموجوده عندك عادي. انا عملتها بالسمنه اللي هي الجنه ديت، ما شاء الله ريحتها حلوه وطعمها حلو. خلاص. احنا هنفضل نقلب فيها كده زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لان ندعك فيها كده يا حبيبي لحد ما شاء الله ما امتزجت بعضها كده وزي ما يكون بنبسها كده، زي ما يكون بنبس البسبوسه كده، بس دي هريسه. هنبسها لحد ما شاء الله ما تتماسك مع بعضها السمنه مع كل ده مع بعضه مع المواد السائله. وبعد كده خلاص يعني تعملها في ايدك يعني تحس ان ايدك بصمت فيها، صوابعك بصمت فيها وبقت زي ما انت شفتها في الفيديو ما سبق كده يا حبايبي. هنبتدي بقى معانا صينيه كنا دهنه سمنه معتبره ما شاء الله، لازم دهنه السمنه حلوه. ما ندهنش الا ارضيه الصينيه بس، الجوانب لا. الحلويات الشرقيه يا حبايبي الهريسه بالذات ما تدهناش من الجنوب سمنه.
وهنبتدي ننزل بقى بالايه بالهرسه بتاعتنا كده، ايه جزء جزء كده، ونفرده بالراحه. احنا مش هنضغطها دلوقتي، احنا بنحطها بس ايه، يعني بنظبط الصينيه كده، مبيبقاش جنب عالي وجنب واطي زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اعملوا الحاجات دي يا حبايبي، مش مكلفه، اقسم بالله ما هي مكلفه. اعملوا الحاجات دي في بيتكم يا جماعه لاولادكم، بدل ما تشتروها بالشيء الفلاني من بره. بصراحه اسعارها غاليه جدا الحاجات دي، ما شاء الله. عشان هنحط لها برضو بندق، الموجود عندك هنعمله بيه برضو، مش شرط البندق يعني. فالحاجات دي اسعارها غاليه عشان المكسرات بتاعتها وكده. والله ما هي مكلفه خالص، وسهله، وطريقتها سهله جدا للمبتدئين. احنا عملناها دي تالت مره نعملها ما شاء الله على القناه. في طريقه تانية برضو ليها، لو حابين تشوفوها برضو ادخلوا شوفوها برضو. خلاص احنا مش هنكبسها دلوقتي الا ما نحط ايه المكسرات، عشان لو احنا كبسناها وحطينا المكسرات بتاعتها هتيجي تنزلي الشربات عليها هتحس المكسرات عامت مع الشربات. لا، احنا عايزينه منعكش كده الصينيه، بس انا بسويها يعني، ما مش عايزه جنب عالي وجنب واطي، انا بحسها بايدي والنعكشه لسه زي ما انتم شايفين. نزلنا عليها بالبشر بتاع البندق يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده مجروش. وهنضغطه بقى، هنضغطه بايدنا دلوقتي. وبعد كده انا في مقطع عندي بس شكله ما تصورش، بحط ورق الزبده او كيس بلاستيك من اللي هو بتاع التلاجة، وبنزل عليها بصينيه اصغر من دي لحد ما كبستها زي ما انتم شايفين كده. خلاص، عشان خاطر ما شاء الله الكنافه اللي بتاع اللي جاي، الكنافه انا مالي النهارده. الهريسه يا حبايبي مش بتحب بتحب لازم تبقى مكبوسه عن البسبوسه كمان. البسبوسه بتسويها عادي، لكن الهريسه عشان تبقى القطعه متماسكه لازم تضغطها بصينيه اصغر منها شويه، وكنت تحطي كيس عشان ما يتفاعلش مع الالومنيا يا حبايبي. خلاص، بعد كده بندخلها على الفرن، يكون سابق التوليع ب5 دقايق، بنحطها رف اوسط، بنولع عليها من تحت لحد ما بتفك الجوانب زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده ايه بشغل الشوايه يعني ما فيش ثواني بتاخد اللون الحلو اللي انتم شايفينه ده. الشربات بقى يا حبايبي انا نسيت انزل لكم المقطع اقسم بالله. كوبايه ميه، كوبايتين سكر، عصره نص ليمون، عشان احنا عايزين ايه الشربات يبقى تقيل زي ما انتم شايفين كده. كوبايتين سكر، كوبايه ميه، عصره نص ليمون. هيغلي من 3 ل 8 دقايق. بعد ما يبتدي، اول ما يبتدي يغلي تعدي 8 دقايق، بعد كده تدفع عليه وتسيبيه بارد. احنا عايزين الكنافه تبقى برضو الكنافه عايزين الهريسه تبقى سخنه، عايزين الشربات يبقى بارد. يعني هنعمله ايه من قبل الهريسه ما نعملها، عشان يبرد كده ويبقى ايه اخد راحته كده. وهيتقل معاك كمان، كل ما يبرد بيتقل معاك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طب لو وصلت مع المقطع ده حط لكم كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديوهات دي، وفعلوا زر الجرس عشان كل اشعاراتنا توصل لكم باذن الله. واللي لسه شايف القناه بتاعتي دلوقتي ولسه ما دست اشتراك، يا ريت يشترك معايا، دايما اشتراككم بيسعدني وبيفرح. يلا عشان كل جديد يوصل لكم باذن الله، وكل اشعارات تنزل لكم باذن الله لما تشتركوا معايا. كل جديد هنعمله ان شاء الله، الحاجات الحلوه الجميله اللي بنعملها يا ريت تجربوها وتعملوها يا حبايبي، عشان خاطر ايه مش مكلفه ولا حاجه، واعملوها لاولادكم. النهارده الخميس، الجمعه مباركه علينا وعليكم يا حبايبي. يا ريت تتفاعلوا مع الفيديو عشان يعني بصراحه يتحسب لنا مشاهدات عشان خاطر القناه. شوفوا طالعه جميله ومتماسكه القطعه، ما والله ولا بتتهرس ولا اي حاجه، ما شاء الله جميله جدا. شايفين الجمال يا ولاد؟ والله حاجه حلوه قوي. ايه رايكم بقى؟ شوفوا، شوفوا الهريسه متماسكه ازاي، ومعانا انا مقطعاها وهي سخنه. انت بقى مش هتقطعاها وهي سخنه كده، تصبري عليها شويه. الحاجات الحلوه دي بصراحه لما بتبات بتبقى اجمد واحلى كمان. يا رب اشوفكم دايما على خير وفيديوهات من الاعجاب، وتبقى عند حسن ظنكم. مع السلامه.